لو بتاخد النايت كالم او السليب ايز عشان تنام، فمعلش خليك معايا دقيقه عشان تعرف الدواء ده هيعمل معاك ايه. الدواء ده تركيبته اسمها الزوبيكلون، وده منوم قصير المدى بنستخدمه لعلاج الارق، سواء عندك صعوبه في النوم او حتى عندك صعوبه في الاستمرار في النوم لفتره طويله. والدواء ده رغم فعاليته الممتازه الا ان ليه بعض الاضرار الجانبيه لازم تكون عارفها قبل ما تحطه في بقك. الدواء ده وبعد ما بتاخده فبتصحى تاني يوم عندك دوخه وكسلان وحاسس بالنعاس طول اليوم، هيعمل لك طعم غريب ومراره في بقك وصداع، هيعمل لك صعوبه في التركيز واحساس بالخمول طول الوقت. كل ده الدواء لسه بيهزر معاك. اما لو استمريت على الدواء ده لفتره اطول فالدواء ده هيبدا يتغاشى. اول حاجه هيسببها لك الادمان وانك مش هتعرف تنام من غير الدواء ده. ثانيا هيعمل لك سلوكيات غريبه اثناء النوم، زي المشي اثناء النوم او الاكل اثناء النوم، واحيانا القياده اثناء النوم. امبارح واحد بيقول لي ان كان بياخد الدواء ده ويصحى في نص اليوم يسلم على ابوه ويرجع ينام تاني، وابوه ميت بقاله 20 سنه. كمان الدواء ده هيعمل لك تدهور في الذاكره المؤقته، وهتبدا تسقط احداث حصلت لك اثناء فتره تناول الدواء. كمان هيعمل لك تقلب مزاجي واحيانا يدخلك في اكتئاب. اما لو وقفته فجاه فده اصعب، لان الانسحاب بتاعه صعب جدا، هيبدا يجي لك قلق ورعشه وعرق شديد. عشان كده الدواء ده ممنوع استخدامه لمرضى الاكتئاب او اللي عندهم ميول انتحاريه. ممنوع اثناء الحمل والرضاعه الا باستشاره الطبيب. وبرضه مرضى الجهاز التنفسي ممنوع عنهم الدواء ده. فلو انت عندك ارق واضطريت تستخدم الدواء ده، فالدواء ده ما تستخدموش اكتر من 4 اسابيع. فالدواء ده هتاخده على معده فاضيه قبل النوم على طول، وتاخده من هنا وتدخل على السرير. وطبعا مش محتاج انبه ان انت مش لازم تسوق وانت واخد الدواء ده. وطبعا عشان موضوع الانسحاب ما تبطلش الدواء ده فجاه. والحلقه دي جزء من سلسله كبيره اسمها سوء استخدام الدواء. تابعني، انا دكتور احمد مرعي، هكلمك كل يوم عن دواء احنا بنستخدمه غلط.